يا مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين. رمضان داخل علينا، وطبعا ما ينفعش ندخل رمضان واحنا مش مفرزين حاجة. اي نعم الاسعار غالية شوية، بس انا دورت لكم على اكتر حاجات رخيصة في السوق اللي ينفع ان احنا نفرزها، وفي نفس الوقت توفر علينا وقت شوية في السوق، في رمضان ان شاء الله. دلوقتي في السوق كانت الطماطم رخيصة جدا. الطماطم دلوقتي الكيلو ونص ب10، وكمان في اقفاص، القفص ب100. تمام، القفص فيه 23 كيلو و24 كيلو، ده انا كنت جبت منه قفص وعملته معاكم. وهعمل دلوقتي الطماطم اللي انا جبتها من السوق دي. جبت كام شروه كده على بعضها، يعني كيلو ونص ب10، كيلو ونص ب10. وفي كمان 2 كيلو ب15. وجبت كمان الفلفل ده ب10. احسبي معايا هتلاقيني ما صرفتش كتير. بس انا جبت توم للسنه كلها، ده هو اللي يزود الفلوس شويه. لكن من غير التوم يعني هتعوزي 300 جنيه كده تاخديهم في ايدك، وهتخزني لرمضان كله معاكي. والدنيا اقل من 300 كمان، وهتخزني لرمضان كله معاكي حاجات هتوفر عليكي وهتسأل عليكي كتير جدا. هنا عندي الفلفل، انا ضربته في الكبه كده مع شويه خل وشويه سكر وشويه ملح. وضربتهم في الكبه وحطيتهم في علبه كده. العلبه دي تاخد معايا كيلو. البسله انا عملت فرفضت بسله، بس انا عايزه اقول لكم يعني ان انا عملت منها. تمام، دي سيبكم منها دلوقتي. هنيجي هنا بقى، جبت كرومبتين كده كبار حلوين. الكرومبه بصوا اكتر حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان هي تبقى موفره. لان الكرومبه دي انا جبت واحده ب10 وواحده ب15، وطبعا الطماطم موجوده. والرز يعني بنحاول نوفره يعني، بس يعني لو انت جوعت في اي وقت هتعملي حله محشي وهتاكلي. مش محتاجه اي حاجه جنبها، حتى لو سقيتيها بميه كده. انا عملت ايه، بحطها كده في ميه مغليه معاها شويه سكر وشويه ملح. تمام، وبسيبها. شايفين انا بعملها ادوار كده، بشيلها كده من بعضها، بفرفتها من بعضها طبعا. يعني اسفه على البهدله، عشان خاطر انا بخزن دلوقتي. وبحطها في الميه يدوب 3 دقايق واشيلها. هنا بقى السبانخ، كنت جايبه برضو كميه سبانخ حلوه. السبانخ الكيلو ربع ب10، والكيلو ب10. جبت بتاع 3 كيلو ونص كده، 4 كيلو. وخزنته بالشكل ده. هنا بنتي بقى حبت ان هي تساعد معايا وتعمل معايا البسله اللي انا بقول لكم ان انا عملت منها. جبت كام بسله، جبت اللهم صل على النبي، 3 ونص او 4 تقريبا. وبرضو عملتهم بنفس الطريقه. هنا برضو جبت بقى 15 خضره. كانوا كتير جدا بقى. وغسلتهم كويس جدا. نقعتهم كمان في شويه خل كده وسبتهم، وبعد كده اخدتهم بدات ان انا اقطعهم بالشكل ده. ودي الخضره بعد ما تقطعها. طبعا الاضاءه عندي يعني بصي هي كده من غير نور، وبالنور كان شكلها باهت شويه. هنا طلعت الكرنب كله، هبدا بقى ان انا اقطعه، اشيل العروف اللي في النص دي. انا عايزه اقول لكم كمان العروف ديت انا عملت منها مخلل، ما رميتش اي حاجه خالص. حتى عروف الخضره هقول لكم عملت بيها ايه. وهنا برص المحشي بالشكل ده، بقطعه كأن انت هتطبخيه دلوقتي، يعني كأنك هتقطعيه وهتحشيه دلوقتي. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعمله دواير كده، وبحطهم فوق بعضهم لحد ما اخلص الكميه كلها. هتعمل لي كميه كويسه جدا. وكمان قطعت الاخضر منها، بحب احطه كده في ارضيه الحله بنحشيه هنا بيحبوه. والعروف ديت انا هعملها مخلل. تمام، عايزه اقول لكم والله الكرنب بيبقى حلو جدا، يعني ما تخافوش منه يعني. وبالذات كرنب الايام دي جميل جدا ورخيص كمان. اهو شكله بيبقى زي ما انتوا شايفين كده. باخده على طول بطلعه، يعني بسيبه يفك، يعني مش بيكمل حاجه اصلا. لو حطيتيه في شويه ميه هيفك. وهقول لكم كمان عروف الخضره كتير جدا دي، لان الراجل عندنا بيبقى خضره يعني عروفها طويله شويه. باخدها وبجففها زي ما انتوا شايفين كده في الميكروويف. بحطها في الميكروويف، بس ما تسيبوهاش كتير في الميكروويف عشان بتولع زي العفش. يعني لو سبتها كتير ممكن تولع منكم. فانا بسيبها كده لحد ما تنشف تماما كده في الكبه. طبعا دي خضره مشكله، كزبره على بقدونس على شبت. وبعد كده بسيبها تنشف، وبعد كده بضربها في الكبه. بتبقى عندي بودر خضره. البودر الخضره دي تقدري انت تحطيه على اي اكل. لو انت ما عندكيش خضره بيخلي الطعم جميل جدا. هوريكم دلوقتي هو بيبقى ناشف ازاي. شايفين؟ يعني هو كده، يعني مجرد ما لزق في البتاع كده بتشديه كده بايدك هتلاقيه عمل بودر معاكي. انا هوريهولكوا برضو بعد ما يتعمل بودر في الاخر خالص، وانا بوريكم باقي التفريزات اللي احنا عملناها. يبقى احنا دلوقتي عملنا الكرنب، وعملنا الطماطم صلصه. وعملنا كمان طبعا الصلصه دي كلها على النار. والبسله كمان عملناها، بس ما حطيناش عليها جزر. اللي حطيت عليها جزر بس لما هطبخها منها دلوقتي اهي. دي كده اللي انا طبختها منها، حطيت عليها جزر. والباقي سبته زي ما هو كده من غير جزر. هعمل الجزر لوحده في يوم، بس كنت نسيت اجيبه النهارده. ودي الصلصه اللي احنا عملناها اهي. شايفين جميله ازاي؟ عايزه تصفيها عادي مفيش اي مشكله. قسمت كده البسله على اكياس، عملتها كده على 3 4 اكياس. لسه في اكياس ما حطيتهاش، ما كانش لسه خلصت. والسبانخ اهي. السبانخ عادي بحطها في اكياس كبيره عادي، وبشيل منها على القد. بتتفرفط معايا بسهوله جدا. كل اللي انا بعمله فيها بغسلها وانشفها.
بغسلها بس كده وبنشفها كويس وبحطها في اكياس. وده شويه بنجر كده برضو قلت مقطعهم عشان لو احتجتهم في اي وقت. وهنا عملت شويه بصل، جبت بتاع 2 كيلو بصل كده وقشرتهم وغسلتهم كويس واحطهم في الكبه مع شويه ملح وشويه سكر وشويه خل كمان. ممكن تستغني كمان عن الخطوه ديت. وايه، وهضربهم كده كويس في الكبه وهفردهم في اكياس وهقسمهم مربعات على حسب الكميه اللي انا بحتاجها. يعني يبقى المكعب كده على قد الطبخه. طبعا ما اقسمهاش بالسكينه عشان الكيسه ما تفتحش مني. يعني بحاجه كده بظهر السكينه باي حاجه كده تقسميها مكعبات. وبحطها في الفريزر مفروده كده الاول عشان خاطر تاخد الشكل ده يعني. عايزه بعد كده تشيليهم تحطهم في علبه تخزين او تسيبهم في الكيسه زي ما هم عادي، مفيش اي مشكله. يبقى هنقول بسم الله ما شاء الله وتبارك الله. عملنا كده صلصه كتير جدا، عايزه اقول لكم الفريزر كله كده من تحت صلصه. وعملنا السبانخ وعملنا الخضره وعملنا الكرنب. يبقى انت كده عندك اكلات المحشي كلها جاهزه. المحشي هتطلعي كيس الكرنب اهو، هتطلعي عليه كيس الصلصه وكيس الخضره والبصل كمان المفروم عندك. وكمان عملت توم مفروم، جبت كيلو توم مفروم بس نسيت اصوره. بس انا جبت التوم متقشر جاهز بس ما جبتوش مفروم جاهز عشان بغسله الاول. وبعد كده برضو فرمته مع خل، مع شويه معلقه واحده بس خل عشان لونه يبقى حلو. وكمان معلقه ملح ومعلقه سكر. وفرمته برضو وحطيته على 3 علب بس. كيلو التوم هيكفيني ممكن يعني يدخل على السنه. دي كده كانت اكياس الكرنب. واكياس الصلصه اهي تحت الكرنب ما شاء الله عملته على بتاع 5 اكياس 6 اكياس. وده كان التوم المفروم معايا اهوت. عملت برضو 3 من العلبه ديت برضو بتكفيني السنه برضو. بصوا بيبقى جميل جدا اهوت لسه فرماه فريش. وكمان عملت فلفل مفروم اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو، برضو بيبقى حلو جدا معايا طول السنه. والسبانخ طبعا دي سبانخ كانت قديمه. عملت بقى طبعا السبانخ الجديده، عملت بتاع 4 كيلو برضو قسمتهم على 6 7 اكياس كده. والثوم اهوت دي 3 علب الثوم. يبقى كده معاكي سبانخ ومعاكي طماطم ومعاكي توم ومعاكي بصل ومعاكي فلفل ومعاكي كرنب ومعاكي صلصه ومعاكي خضره. الحاجات دي ومعاكي بسله كمان ما شاء الله. يعني كل الحاجات ديت هتنفعك في رمضان كتير جدا. طبعا بعتذر على ايدي عشان طبعا عماله اقشر واقطع من امبارح فيعني ايدي اتغيرت خالص. تمام. وده الفلفل اهو باخد منه بالمعلقه او بالسكينه، لو مسك في بعضه جامد عادي مفيش اي مشكله بسهوله جدا. وكمان الباباص كان رخيص جبت وحطيت عليه سكر كده وقطعته وحطيته برده في الفريزر. بيتعمل مع بلح او مع مانجا او مع موز او مع لبن بس كده بيبقى تحفه اهو. كان مسكر جدا وتحفه. فقلت لا ده انا عينه لعصير رمضان ان شاء الله. اهو شايفين شكله. وده كده كانت التخزينات معايا. عايزه اقول لكم يعني هو يوم هتتعبي فيه بس هيبقى عندك كل حاجه جاهزه في الفريزر. مش محتاجه بقى ان انت تقومي شايله اهم حاجه. لو يوم انت تعبانه ومش قادره تطبخي هتطلعي كيس السبانخ زي كده اهو. عايزه اوريها لكم بس من جوه بتبقى مفرفطه ازاي. بصوا جميله جدا اهي وخضره وتحفه. ولو عايزه تحطي كتير في كيسه واحده او كلها في كيسه واحده عادي بتتفرفط بعد كده بسهوله. وهي كمان الخضره برضو بس بفضل الهواء اللي فيها زي ما انتم شايفين خالص كده. وبرده لو عايزه تاخدي منها على القد بتتفرفط برده بكل سهوله. اهم حاجه ان انت بعد ما تغسليهم تكوني منشفاهم كويس. اهي شايفين الخضره عملت كام كيس. بصي بقى الخضره غليت. يعني انتوا عارفين ان قبل رمضان على طول وقبل العيد على طول الناس بيغلوا الخضره جدا وساعات كمان تلاقيها مش موجوده. فانتي معاكي كده الخضره بتاعتك والكرنب والطماطم وكل حاجه عندك كده في الفريزر. ما مالكيش دعوه بحد. طب انتي تعبانه ومش قادره تعملي الصلصه يا ستي حطيها زي ما هي كده بكيستها من غير حتى ما تغسليها في كيسه في الفريزر. انا عامله لكم دي وعامله لكم دي علشان خاطر لو حد مثلا مكسل. لا الطماطم رخيصه يا جماعه اليومين دول. اشتري طماطم ورميها في الفريزر زي ما هي كده. وقت ما تحتاجيها هتطلعيها بصي في ثواني هتفك معاكي. هتحطها في ميه وتغسليها كويس في ثواني هتفك معاكي. وكمان هتعمليها من غير القشر بتاعها تلاقيه بيفك لوحده كده كمان. ده كده كان الفيديو بتاعي معايا النهارده. يعني حاجات رخيصه جدا. عايزه اقول لكم والله هقول لكم دلوقتي الاسعار. جبت الكرومبا واحده كبيره جدا ب15 وواحده ب10. والبسله جبت الاتنين كيلو ب45 جنيه. السبانخ جبت كيلو وربع ب10 وكيلو ب10. تمام. يعني ناس كانت بتبيعها كده وناس كانت بتبيعها كده. الطماطم الكيلو ونص ب10 و2 كيلو ب15. والثوم جبت كيلو مفروم جاهز. لا مش مفروم يا ربي، جبت كيلو متقشر جاهز. الكيلو صافي يا جماعة من بعد التقشير 120 جنيه. والبصل الابيض دوت الاتنين كيلو ب30 جنيه يعني الكيلو ب15. ودي الطماطم اللي هي الحبة اللي جاهزة على طول حطيتها في الفريزر
في ايه تاني ما قلناهوش؟ بس كده، دي كانت الحاجات كلها اللي جبتها. لو حسبتوها هتلاقوا الفلفل ب10 جنيه. يعني كل الحاجات اللي احنا جبناها ما كلفتش كتير. جربوا بقى الطريقة. ودي كمان البودر بتاع العروق بتاعة الخضرة اللي عملناها، نحطها على اي اكل برضو هتبقى جميلة جدا ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.